السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب وبنات؟ إن شاء الله بخير. وياكم نور الحسن الموسوي. اليوم بهذا المقطع حبيت أرد على التجاوزات اللي تخص بين الكويت والعراق. هالأيام اللي الكويتيين طلعت عينهم وقاموا يتجاوزون على تاج راسهم العراق العظيم، خصوصا هذا اللي يحكي بالمقطع ويقول من هو العراق العظيم، ويتجاوز ويقول العين بالعين والسن بالسن. وحاب أرد على تجاوزهم على الأراضي العراقية وشرائهم الأراضي العراقية مثل خوار عبد الله اللي موجود بالبصرة. بداية أحب أرد على هذا الشخص اللي يتجاوز على العراق. هذا الشخص الكويتي اللي يقول من هو العراق العظيم، ولك نسيت سوى العراق العظيم؟ نسيت ذاك الزلمة اللي ببالي وببالك سوى بيكم؟ نسيت الدبابات العراقية والجنود العراقيين لو أنت كنت صغير؟ طبعا المقطع مال هذا الكويتي راح يطلع لكم. نستأذن منهم؟ من هم عشان نستأذن منهم؟ من هو العراق العظيم اللي يسمونه هذا؟ العين مو بعين، العين بعيون، والسن بسنون، والنبالم بالنبالم، والعمق بالعمق والبادية. انك تتجاوز على تاج راسك العراق العظيم. شنو هي بلدك؟ شنو الكويت مقارنة بالعراق؟ الكويت هي عبارة عن 17 كيلومتر وبيها 4 ملايين نسمة. سكانها 4 ملايين نسمة عايشين ب 17 كيلومتر مربع. واللي يريد يتأكد يدخل على محرك البحث جوجل ويروح على ويكيبيديا هاي الموسوعة ويبحث عن الكويت تطلع على المعلومات. الكويت هي يعني جزء لا يتجزأ من العراق، هي باعتبارها المحافظة 19 من العراق، باعتبارها هي محافظة سليبة من العراق، وكل حكام العراق طالبوا بيها. لحد الآن العراقيين يطالبون بالكويت، وأكيد الكويتيين ما راح ينسون بسنة 91 شنو صار بالكويت وشنو هي الكويت أساسا. كم شخص من البصرة يطبون بستوته، يطبون بدايتها يطلعون من نهايتها، ولا شخص يصير بشيء. الكويت يعني ما بيها لا جيش لا شرطة، كلهم مجرد نساء. أطفالنا اللي بالعراق 10 ملايين، إذا طبوا بالكويت راح يطلعونهم بالشحاطات تكرمون. وهذا اللي يتجاوز على العراق حب يهدي لك هاي الفيديو وهاي تمتع به حبيبي. اركض اخوي عامر، اركض الخطر، الله لا تضل ولا اخوي اركض. وأحب أذكركم بذاك الرجال الكويتيين، أي شخص كويتي، وما أعتقد أكو أشخاص كويتيين يتابعون قناتي أو يتابعون اليوتيوب، لأن هم فد قلة من الناس. 4 ملايين نسمة أو 3 ملايين و500 ألف نسمة، هذول لا يضاهون بالفصائل الإسلامية الموجودة عندنا. إذا يطبون بالكويت يطلعون منها من الناحية الأخرى. عندنا الحشد الشعبي والجيش العراقي، عندنا سرايا سلام والعصائب والكتائب وجميع الفصائل، لأن هن هواي ما أقدر أذكر أسمائهن بهذا الفيديو. فأحب أقول للكويتيين لا تتجاوزون حدودكم، ترى ما راح تعرفون ايش راح يصير بيكم، لأن أنتم مجرد محافظة سليبة من العراق، وإن شاء الله راح ترجع للعراق. وإلى هنا انتهت هذه الحلقة. معكم نور الحسن الموسوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.